السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم يا احلى متابعين. النهاردة بقى عايزة اروح السوق كده. النهاردة السوق ما شاء الله كده، يعني الصبح بيبقى الجو جميل وكده. نزلت بقى السوق ما شاء الله. انتوا عارفين اول ما ببدأ سوق السمك في البداية كده، بوريكم سوق السمك كده. والجو الصبح بيبقى جميل ما شاء الله يعني. بحب دايما اشوف المنظر الصبح بدري كده، بيبقى السوق لسه بقى كده بادئ والجو ما فيش زحمة ولا حاجة. فكده بدأت بقى ما شاء الله السمك. شوفوا الأسماك بقى والسمك البلط النهاردة أسعاره حلوة جميل والله. السمك اللي هو بتاع الشوي حلو يعني، مش صغير، ب40 وب30، والسمك الكبير ب80 وب70. أسعار حلوة يعني بجد. السمك صاحي وسمك بقى طالع من البحر لسه بيبقى جميل. فدي دايما طبعا مش هجيب سمك النهارده بقى عشان البرد. مستنيين بس اما كلنا عمالين ناخدوا دور البرد، كل شويه يروح ينقل من عند ده ويروح لده يعني مش عارفين نخلصوا من البرد. بقالنا يعني داخلين على شهر. اي حد يصحى التاني يتعب، اي حد يخف. فقلنا هأجل السمك بقى شويه لما البرد يروح. السمك صاحي ما شاء الله وجميل. السمك بتاع الشوي ده 30 و40، والسمك الكبير ب70 وب80. بس أسماك ما شاء الله طالعة من البحر، يعني السمك ده بحاري كله سمك بحر. وطبعا انتوا عارفين زير من البرد برضو ما فيش عليهم زحمة جامد. الناس كلها لما يبقى عندها برد بتبقى خايفة من السمك باين ولا ايه. ما شاء الله يعني. اسعاره حلوة النهاردة بجد. الاسعار النهاردة السمك حلو وسمك صاحي وجميل. يا صباح الفل عليكم يا احلى متابعين. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا احلى متابعين؟ متابعيني في كل مكان، جميع الدول العربية وفي مصر وخارج مصر، ومتابعيني حبايبي في كل مكان. كل سنة وانتم طيبين. خلصت قربنا على رأس السنة، يا رب يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب إن شاء الله. والسنة بقى اللي عدت دي سنة 24، الحاجة اللي وحشة فيها تروح بقى كده مع ألف سلامة، والسنة الجديدة تبدأ يا رب بالصحة وفرح وهنا علينا يا رب. نجعلها سنة سعيدة علينا يا رب، اللهم أمين. ومدخلش لحد أي حاجة وحشة يا رب. وكل اللي بيتمنى أي حاجة ربنا يديهاله، وتجعلها سنة سعيدة علينا جميعا وعليكم متابعيني في كل مكان. يا رب تنجح كل الطلبة وتنجح أولادكم وتنجح الثانوية العامة والإعدادية وفي 6 ابتدائي، في جميع السنين الدراسية ربنا معاهم وينجحهم يا رب، اللهم امين. كده بقى بدأت بقى انزل، عايزة اجيب شرابات تقيلة عشان الجو بقى برد. وانت عارفين بقى بالليل بيبقى صابع تلج. اشهد لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله. بس لحظة لغاية الاذان العصر. قلت بقى اجيب شرابات. الشرابات التقيلة يعني كنت جايبة شرابات، بس طبعا الخفيفة بتاعت الصيف دي ما بتبقاش ما بتدفيش. لكن دلوقتي النهاردة بقى قلت اجيب شرابات تقيلة. طبعا السوق ما شاء الله مليان بقى شرابات وحاجات بقى كده. طبعا انتوا عارفين ان السوق ده عبارة عن بيجي طبعا كل بتوع المحل عندنا هنا، وما شاء الله جميع كل حاجة تبقى موجودة هنا. فقلت اشوف الشرابات بقى، اجيب الشرابات التقيلة اللي انا جايبة منه المرة اللي فاتت. عنده شرابات شتوي وصيفي وعنده كل الشرابات. فقلت اشوف بقى كده اجيب شرابات واجيب الحاجة اللي انا عايزاها. ابدأ الصبح كده الحاجة اللي ايه، باخد الحاجة الاولاني كده وبعدين ابدأ بقى اروح سوق الخضار. بجيب علبة دبابيس للطرحة. دبابيس طرحة علب كبيرة كده، ودبابيس رفيعة وحلو. اخدت علبة للدبابيس طرحة، علبة ما شاء الله يعني بتبقى غير المكتبة هنا الدبابيس عندنا العلبة الصغيرة ب10 جنيه. لا دي علبة كبيرة واطلع فيها 3 علب من الدبابيس التانية ما شاء الله ب10 جنيه. يعني يوم السوق بتبقى الأسعار طبعا أحلى ياما.
قلت بقى بتاع الشرابات اهوت، قلت اجيب شرابات بقى منه. اشوف بقى شرابات تكون مبطنة تقيلة بقى كده. فبسأل الشرابات كده، بقول الشراب بكام، شرابات عنده حلوة والله جميلة. فلقيت الشراب ده ب20 جنيه. فقلت له طب هات لي شرابين ب35. قال لي خلاص ماشي. فاخدت شرابين، قلت اجربهم يعني، شوفوا لو عجبوهم، لو عجبوا هاجر اجيب لها تاني يعني. فانا دايما اجيب لها بالدست قد كده كده الصيفي، لكن النهارده قلت اشوف الشرابات دي هتعجبها ولا لا. فاخدت 2 ب35. بس الشربات ناعمة وتقيلة وحلوة والله، يعني جميلة. فقلت أجرب دول كده لو عجبها. قالت لي أنا بفرح لما بتجيب الصبح كده الشربات كده. قلت لها خلاص كل اسبوع هجيب لك هجيب لك شربات يعني، طالما دي حاجة يعني حلوة هجيب لك. بشوف بقى كده البسلة وكده، البسلة ما شاء الله الكيلو ب25. قلت اخد بسلة. انا لسه والله ما فرستش بسلة، بس لسه طبعا الاسبوع الجاي بقى يعني، المرة دي كده لا، لان انا كان عندي برد وكده. فقلت خل بسلة، لسه احنا في البداية يعني. لسه بقى بجيب بقى، بس مش المرة دي ولا يعني، كمان 10 ايام ولا حاجة. افرز بقى البسلة. البسلة بصراحة احسن حاجة بحب افرزها البسلة، بتفضل لغاية من السنة للسنة. فممكن يعني اسعارها تنزل شوية، يعني ب25 اكيد ممكن تنزل، لسه احنا في البداية برضه. البسلة اهيت ب25 جنيه. بس انا بتعجبنيش اللي هي الشبح الطويلة الخضرة دي ما عجبتنيش. قلت اخد من قدام يعني، اللي بتشتري مش ما تشتريش من اول واحدة قدامك، الاول مشي وشوفي الاسعار، وشوفي البسلة نفسها طعمها مسكر ولا ايه. باخد واحدة كده واشوف اذا كانت البسلة مسكرة اوزن منها، واذا كان حبها مليان وبسلة حلوة. الفاضية ديت ما باخدهاش. المهم ابص الاول وبعدين اسال على الاسعار كمان، لان في فرق، دي بتبيع ب25 والتانية هتبيع ب30، ومش كله زي بعض. فما تشتريش من اول واحدة، بص الاول على الحاجة كده الاول، وما تعجبك بسلة وسعرها حلو تروح تجيبي منها. ما شاء الله يعني البسلة برضو حلوة يعني، تعتبر ب25. اول ما طلعت كانت ب40 جنيه، تبقى حلو. الجزر ده الكيلو ربع ب10. ولسه يعني برضو مش هو ده السعر الأخير يعني، في حد تاني سألت بكيلو ونص ب10. يعني لازم الواحد يسأل الأول ويمشي شوية وبعدين يرجع بقى للسعر اللي عجبه. ما ينفعش ان انا اروح لأول واحدة، بحس ان بعدها طبعا ان انا بزعل بقى، انا بعدها الاقي الكيلو ب5 والاقي كده، فلازم اسأل الاول. فدي حاجة حلوة يعني، لازم تسألي على الاسعار وبعدين تكرري بقى الحاجة الاحلى وترجعي لها. فما خدتش منها الجزر، سألته وقلت اما اشوف قدام كده. ما شاء الله يعني الكرنب طبعا ياما السوق الكرنب مليان يعني على الصفين. الكرنب يعني اسعاره حلوة يعني، من 10 جنيه كده يعني. حلوة. جبت اللهم صل على سيدنا محمد البسلة. جبت البسلة ب25. الطماطم ب6 جنيه. جبت بقى الايه الحاجة كلها وخلصت السوق وجيت على السريع كده بقى، قلت بسرعة اجيب الحاجة اللي انا محتاجاها. ولقيت البطاطس ما شاء الله، برضو البطاطس الكيلو البطاطس اللهم صل على سيدنا محمد الكيلو ونص ب10. وبعد ما مشيت بسأل واحدة لقيت الكيلو ب5 جنيه. مش كله بيبيع برضو زي بعضه والله. فقلت يلا مش مشكلة، الكيلو ونص ب10 بيبقى الكيلو ايه ب7 جنيه. دول الشرابات اللي انا جبتهم الاتنين ب35، بس شرابات تقيل حلوة تقيلة والله. فقلت بعد كده الشرابات الغامقة بقى بتكون احسن، لان الفاتح ده بتبص تلاقيه مسافة على طول بيتوسخ. فانا قلت بعد كده هجيب بقى غامق، بس تقيل، الشراب تقيل وحلو. اللهم صل على سيدنا محمد. بيبقى كل حاجة موجودة والله بصراحة يعني.
جبت اللهم صل على سيدنا محمد، البسلة الكيلو ب25 جنيه. جبت كيلو لان انا لسه طبعا لما اخزن بقى ان شاء الله هجيب اخزن شوية عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. البسلة دلوقتي بتبقى طعمها مسكرة وحلوة بجد. جبت كيلو بسلة. قلت كيلو كفاية، يعني الكيلو ده والله بجد بيكفينا على مرتين، يعني بعمله على مرتين، لان طبعا لسه معاها جزر وكده. جبت البسلة وجبت خس، ربطة الخس ديت ب5 جنيه، خاصيتين. والجرجير والحاجة الخضار المحشي ما شاء الله 3 ربط وربطة فجل معاهم ب5 جنيه. أسعار الخضار دلوقتي كله ما شاء الله، السوق مليان خضار، بيبقى حلو. جبت اللهم صل على سيدنا محمد، السفندي الكيلو ب15 جنيه. جبت السفندي ب15 جنيه. اللهم انا بحبش الا السفندي اللي هو بتاعنا البلدي ده، ما بحبش التاني ده، بحبش الخشن ده، لا. انا بحب السفندي بتاعنا البلدي اللي هو الطبيعي، بحبش السفندي الكبير اللي هو شكله بيبقاش فيه ميه كده، مبيبقاش حلو. لكن السفندي بتاعنا ده بيبقى طعمه حلو. وجبت البرتقال برضو ب15، يعني السفندي ب15 والبرتقال ب15. اللهم صل على سيدنا محمد. البرتقال برضو انا بحب البرتقال عن السفندي، يعني البرتقال اللي دلوقتي ما شاء الله اصفر وبقى حلو، يعني البرتقال الناعمة دي بتبقى حلوة. اللهم صل على سيدنا محمد. المهم ايه، قلت بقى اجيب الحاجة اللي انا عايزاها، جبت كوسة برضو عشان انا عايزة اعمل محشي كوسة. محشي الكوسة وورق الخاص ده بيبقى جميل والله. انا بحب اعمل المحشي الكوسة، واعمل لو مفيش ورق عنب اعمل ورق خاص مع الكوسة، بيبقى طعمها حلو. وجبت خضار 4 ربط خضار ب5 جنيه. قلت خلاص عشان ايه يعني. والجزر برضو الكيلو الا ربع ب5 جنيه. جبت الكيلو ونص ب5، وزنت كيلو الا ربع ب5 جنيه عشان البسلة. وجبت البطاطس، جبت 3 كيلو بطاطس ب20 جنيه، الكيلو ونص ب10. رغم ان انا بعد ما وزنت لقيت في عربيات وناس بيبيعوا ب5 جنيه احلى بطاطس. انا جبت ده الكيلو. اللهم صل على سيدنا محمد. ال2 كيلو ب15 جنيه، البطاطس جبت ال2 كيلو ب15 جنيه. جبت 4 كيلو ب30 جنيه. حلوة البطاطس برضو، يعني تعتبر نزلت، بس انا بعد ما وزنت فعلا لقيت في ناس غرب بقى واقفين بعربيات بيبيعوها ب5 جنيه. يلا مش مشكلة، بس بطاطس حلوة بقى، بطاطس جديدة، والبطاطس فيها نقطة حمرا دي بتبقى حلوة في القلية، بصراحة بتبقى في القلية طعمها حلو وريحتها حلو. جبت كده 4 كيلو بطاطس ب30 جنيه. وجبت الكوسة 2 كيلو كوسة ب20 جنيه، الكيلو ب10. وجبت الرز في بيبيع ب24 وب23 وب25، يعني مش كل الرز زي بعض، وفي فلاحي وفي رز 101 حاجات زي كده، يعني من 24 ل25 الرز. والأسعار والله حلوة، تعتبر الأسعار حلوة. الكوسة حلوة ب10 جنيه، حلوة برضه. قلت ايه، أنا بحب محشي الكوسة، فبتبقى يعني الكوسة دي فلاحي حلو. جبت اللهم صل على سيدنا محمد. الكوسة الكيلو ب10 جنيه. حلو، الأسعار جميلة. ورحت بسرعة وجيت بقى على طول. قلت أهم حاجة إن أنا أجيب الحاجة بسرعة الصبح كده بتبقى حلوة. على ما السوق الجاي إن شاء الله أفرز بسلة، أجيب بقى جزر ياما وأجيب بسلة
وافرز بقى بسلة ان شاء الله. حطوا لايك بقى واشتراك، متابعيني في كل مكان. بجد كده ربنا يخليكوا ليا يا رب. انا عايزة بقى مشاهدات كده حلوة، وعايزة مشاهدات على الفيديو يا احلى متابعين. مع الف سلامة. ادي السوق وجيت بسرعة متأخر.